كملت السطر زي ما احنا ماشيين. تمام. أنا يعني لقيته هيبقى سهل عليكم انكم تنفذوه قصدي. هدخل في اخر غرزة اهو. حبيت بس افكر ان اخر غرزة بتختلف في عدد الخرز اللي بحطه. تمام. هحط ايه؟ خرزتين. دي حلقة سداسية. لو ماشية مظبوط، مادام بدأتي بحلقة خماسية هتنهي بحلقة سداسية، بدأتي بحلقة سداسية هتنهي بحلقة خماسية. تمام كده. ادي الشكل معايا اهو. طيب بعد كده هعمل السطر اللي هو ده، بس زي ما قلتلك بيبقى مراية. يعني هدخل في كام خرزة؟ ادي خرزة اهي انا واقفة عندها، هتلاقيهم 3 مفتوحين بعيد عن بعض. ادي التانية وادي التالتة. دي هتبقى سداسي بس على 3، سداسي على 3. معايا 3 يعني هحط 3 خرزات، 1 2 3. اللي بعدها ادي 1 2 3. 3 اساسي اهو، واحدة في الجنب مشتركة، يعني هحط خرزتين 2 عشان يبقى العدد معايا 6 خرزات للحلقة الواحدة. دي 1 2 3. عايزة اقولك يعني حاولي وانتي بتقفلي الكرة اللي في النص دي تشدي ايديكي كويس جدا في الحلقات عشان برضو الفانوس يبقى ماسك نفسه. تمام اهو. 1 2 ادي 3. نقفل الحلقة بتاعتنا بخرزتين. وصلنا لاخر غرزة معايا. دي 1 2 3. وهطلع في اول خرزة حطيتها في بداية السطر. كده اصبح عندي كام خرزة؟ 5 خرزات. هقفل بخرزة واحدة بس. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل على كل خرزة من دول، قفل معايا اهو على 6 خرزات، على كل خرزة من دول هبني رباعي على 1. يعني ايه رباعي على 1؟ يعني ادي معايا خرزة هحط 3 يبقى مجموعهم 4. هحط واحدة باللون الفوشيا، واحدة باللون الابيض، واحدة باللون الاصفر،
هبني رباعي. انا هنا بقى ايه، ما بشدش الغرزة الا لما بحط الخيط بتاعي كده. خليكي معايا عشان املك بس الايه الغرزة بتاعتي واظبطها. اللي بعدها هحط واحدة باللون الابيض، واحدة باللون اللبني كده. قبل ما اشد الغرزة بتاعتي ادخل الخيط بتاعي الاول كده وابدا اشد. تمام، هفضل ماشيه السطر كله بنفس الطريقه. حطيت الخيط بتاعي طولته تمام ومشيت غرزتين. تمام، هو نفس اللي انا عملته من البدايه، بس اخر غرزه معايا اهي نقفلها مع بعض خرزه واحده عشان يبقى العدد معايا رباعي. تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل سداسي على واحد. على كل خرزة من دول هبني سداسي على واحد، بس الغرزة هتبقى لبره باللون الابيض. دي 1 2 3 4 5 معايا واحدة اساسية، لبره. شايفاها الفانوس بتاعي اهو هي لبره. هدخل في اللي بعدها كده. هحط كام خرزة؟ هحط 4 خرزات لان معايا واحدة اساسية من تحت وواحدة في الجنب مشتركة، يبقى نحط 4 عشان نقفل الحلقة بتاعتنا الثلاثية. تمام كده. هفضل ماشية بنفس الطريقة لآخر السطر. نعمل واحدة كمان مع بعض. اتنين 3 4. افكرك واقول لك يا ريت ما تنسيش لايك وشير للفيديو على قد ما تقدري، ولو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان اي جديد انزله ان شاء الله يوصلك اول باول. سامحوني لو طولت الفيديو عليكم، بس ده بجد والله عشان في كتير كانوا بعتلي يعني عايزين طريقة فانوس يعني خطوة بخطوة. انا ما بعرفش اشتغل، انا اول مرة اشتغل خرز، فمن
يعني في ناس فعلا فعلا، يعني انا ما بقولش والله كلام كده، لا، في فعلا ناس فعلا ما يعرفوش في الغرز بتاعة الخرز. فحبيت ان انا اقدم الفانوس ده لاي مبتدئة تقدر انها تعمله تفرح ولادها بيه، تفرح حبايبها. يعني الفانوس ده لانه وزنه خفيف، فيعني زي ما قلت لك هو واخد 130 جرام. انا عملته بالشفاف برضو قبل كده. على فكرة انا عايزة اقولك ان الفانوس ده انا عاملاه من 2022. كنت منزلة شورتس على القناة هنا، كان لونه اللون اللي هو الزيتوني. اللي متابعني ومتابع فيديوهاتي هيعرف ان هو، بس السنة دي غيرته بالالوان دي، فيمكن اللون زي فهو ده اللي شد المتابعين للفانوس وحبوه. هنا هحط 3 خرزات بقى. تمام، زي ما اتفقنا اخر غرزة بتبقى اقل خرزة عن بداية السطر اهو. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اعمل سطرين رباعي. هنبدأ بالسطر الاول، اوريك الطريقة اهو. ما دخلتش في اي حاجة، زي ما انا واقفة عند الخرزة دي. تمام اهي. اوريكي بس تقسيمة اللون. هي دي ابيض، وكمان واحدة باللون الابيض، وواحدة لبني كده. نعمل غرزة رباعية بس، معلش لو خرجت بره الكادر. يجي غرزة رباعية واقفة لتحت. ادخل الخرزة اللي بعدها، واحط خرزتين باللون الابيض. واقفة برضه. بصي الفكرة ان انا بخلي الخرزة الملونة ما بين واحدة ابيض من الجنب هنا وواحدة ابيض من الجنب هنا. تمام. هدخل اللي بعدها، هحط واحدة ابيض، واحدة باللون الفوشي. كده. اللي بعدها اتنين باللون الابيض. تمام كده. اللي بعدها ابيض، وواحدة باللون الاصفر. كله رباعي
على واحد وقفل لتحت كده. هقفل بايه؟ بخرزتين. السطر كله بقفل بخرزتين. نسقت معاكي اول 3 الوان اهو، عن اللبني والفوشيا الاصفر. تمام. هنبدأ نعيد تاني اللي احنا عملناه هنا في باقي السطر. وصلت لاخر السطر، دخلت في اخر خرزايه وطلعت من اللي في الجنب. هقفل بخرزه واحده. ده كده بالنسبه لاول سطر رباعي في القاعده. احنا قايلين ان احنا هنعمل سطرين. حبيت ابدا معاكي السطر التاني بالنسبه لتنسيق الالوان برضو اوريكي يعني انا ماشيه ازاي. انا واقفه اهو في بدايه السطر. اول خرزه هحط واحده باللون الابيض. هنا عندي شايفه الخرزه البيضاء اللي في النص دي اللي هعمل فيها اللون ما بين الاصفر واللبني. هحط بس انا الاول هحط الاول لان بدايه سطر، فهحط خرزتين ابيض الاول وبعد كده اللون الفش كده. هي شايفه معايا. هدخل في اللي بعدها وهحط خرزتين باللون الابيض اللي هو بس بعكس الالوان اهو شايفاها. هدخل في اللي بعدها اهو. هتلاقي في السطر اللي قبله الخرزة البيضاء اللي في النص هي اللي هحط فوقيها اللون التالت اللي هو لبني وفوشيا، فهحط الاصفر ما بينهم. يعني بتبقى دي شكل حلو وجميل للفانوس. اوريكي برضو لحد ما نوصل للتالتة وهسيبك تكرري بداية السطر اللي احنا عملناه. هقفل بخرزتين باللون الابيض تمام. يا رب. تمام كده. هقفل الغرزة بتاعتي بخرزتين زي ما اتفقنا باللون الابيض اهي. هنبدأ نكرر اللي احنا عملناه ده. يعني لو انتي مش عارفة ازاي هتمشي بالنسبة للمبتدئة، احنا عملنا اهو 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. هتبدأي تعيديهم تاني بنفس تنسيق الالوان. هكملها وارجع. وصلت لاخر السطر، ممكن نقفله مع بعض. خرزة واقفة
زي ما متعودين. وريتك في اول الفيديو نفس طريقة لما باجي بنهي اي شغل، بدخل كده اجيب بس الخيط، لان بسم الله زي عمال يدخل في الخرزة الأصفر. بس أشده كده داريت العقدة بتاعتي اهي، ادخل في كام خرزة كده اللي هو بس يعني ايه زيادة امان للغرزة بتاعتنا. وقص زيادة. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل الايد بتاعت الفانوس. ادخل كده الحلقات بتاعتي، قصدي الخرز في الحلقة الثلاثية بتاعتي وسطا، يبقى 3 خرزات هنا و3 خرزات هنا. تمام. احط خرزتين طرف يمين باللون الابيض، وخرزتين طرف شمال باللون الابيض برضو اهو. بعد كده واحدة لبني في الطرف اليمين، واحدة اصفر في الطرف الشمال، واجي عند الفوشيا كده واعمل العقدة بتاعتي. تمام. وادخل الطرف اليمين في الخرز كده، الفكرة ان انا بس يعني ايه بدي متانة للايد بتاعتي كده، وادخل بقى عكس ما انا خارجة من الخيط قبل كده. تمام. طرف الشمال كده، وادخل يعني انا كنت داخلة كده وخيط، لا هرجع من الجهة التانية كده. ادخل كده اهو، الخيطين يتقابلوا، اربط وشد كويس عشان الايد تبقى ايه ممسوكة بالشكل ده كده.
وارجع كده عشان ايه نداري العقدة بتاعتنا. بس كده خرجت من الناحية التانية. بس نديري نشوف كام خرزة كده وقص الزيادة بتاعتي. بصي انا عايزة اوريكي حاجة بس عشان اوريكي بالظبط زي ما قلت لك 100 جرام اللون الابيض والالوان من كل لون 24 خرزة، يعني هي تقريبا 10 جرام من كل لون. تمام. دي فانوسنا سهل وبسيط. يا رب تكون الورشة تكون خفيفة على قلبكم، وسامحوني كمان مرة لو طولت عليكم، بس ده لاني غصب عني والله. حبايبي المبتدئين في كتير بعتولي، ولاني وقتي مش قادرة ان انا انزل لهم كورس المبتدئين، فحبيت ان انا اعمل لهم الفانوس ده للي يحب ان هو يعني ينفذه سهل وبسيط. وانتي لو عملتيه كمشروع ليكي في خلال 10 ايام دول تعملي منه كمية كبيرة جدا جدا جدا، وتقدري انك تسوقيها. وربنا يا رب يوفق الجميع، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. وما تنسيش تحطي الاضاءة. سبب ان انا ما حطيتش الكرة عشان ما يقعدش يعمل ازعاج وانا بصور، فعشان كده هكتفي ان انا احط دي. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.